مشاهدي شاربريس الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة. ضيفنا لهذا اليوم أحد الشخصيات السياسية البارزة في العراق، وهو الدكتور عدنان الزرفي، رئيس حركة الوفاء الوطنية والمرشح السابق لرئاسة الوزراء وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. دكتور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، شرفت. دكتور، عندما كنت محافظا للنجف طرحت وجهات نظرية اقتصادية وأمنية وطبقتها، وكانت نظرات فعالة، وكان بودك وأردت أن تعممها على كافة البلد. لماذا تم محاربة تلك الوجهات النظر وإلى حد وصل إلى معارضة تكليفك لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولمشاهديك الأعزاء. الحقيقة هي عمليات النجاح وبناء الدولة عمليات معقدة جدا، خاصة في النظم الديمقراطية تستصحبها عمليات صراع وتنافس يصل في بعض الأحيان إلى تنافس غير مشروع وغير مقبول. بدأت مسيرة عملي في محافظة النجف الأشرف مركزا على قضايا مهمة، هي قضايا الأمن والبنى التحتية وتطوير الاقتصاد المحلي للمدينة. وكان عندي وجهات نظر في مجال الأمن ودعم الأجهزة الأمنية ومكافحة عصابات الخطف والتسليب والجريمة المنظمة والقاعدة في ذلك الوقت. واستطعنا أن نبني جهاز استخباري مهم، سواء من خلال الأبنية المخصصة لعمل الأجهزة الأمنية أو من خلال انتشار هذه الأجهزة وتطويرها فنيا. استطعنا أن نخلق جو آمن في المحافظة استقطب العديد من الشركات المستثمرة، وبدأ حركة عمل داخل المحافظة. لم تكن كثير من القوى السياسية مرحبة بهذا النشاط، كانت قلقة من هذه الحركة التصاعدية الغير مصحوبة بالنشاط السياسي. لم يكن عملي داخل المحافظة مصحوب بأي نشاط سياسي، وإنما كنت مركز على رفع مستوى المحافظة العمراني والاقتصادي والأمني، حتى نستطيع أن نواكب نمو الأجيال داخل المحافظة. كنت أحسب عدد الولادات، عدد الطلاب اللي يروحون للأول ابتدائي، عدد الطلاب اللي يتخرجون سنويا، عدد الأطباء، عدد الصيادلة، عدد أطباء الأسنان، وأحاول أن أوسع من المدينة وأخلق بيئة تستطيع استيعاب هذه الأجيال التي تتوالد بشكل مستمر، والنمو السكاني للمدينة. كنت أتابع الأعمال الصغيرة للمواطنين، محلاتهم المختلفة، كل الأعمال الصغيرة اللي هي سمول بزنس كنت أتابعها وأشجعهم على أن يستثمرون أكثر في هذه المجالات. وبدأت حركة زراعية صناعية تجارية، بدأ الاقتصاد يتغير في محافظة النجف الأشرف. لكن كما تعرف أنه نجاح هذه التجربة قد يوجه ضربة للقوى السياسية في المحافظات الأخرى اللي كانت تعاني من تراجع مستمر في أداء محافظيها، مما خلق انطباع لدى القوى السياسية أنه عدنان الزرفي إذا استمر في هذه العملية سيحقق إنجازات أكبر على المستوى الاتحادي، وبالتالي ربما تخفق القوى السياسية أمامه. وهذا السبب الرئيسي اللي كان أوقف نشاطي في المحافظة، وانعكس أيضا على نشاطي ما بعد المحافظة في تكليفي لرئاسة الحكومة. هل الأحزاب الشيعية فقط هي من عارضت تكليفك، أم السنة والكرد أيضا كانوا من المعارضين؟ بالدرجة الأساسية كانت الأحزاب الشيعية المعارضة، لم تكن هنالك معارضة صريحة من الأحزاب السنية أو الكردية لتكليفي لرئاسة الحكومة. ولكن هل هذه الوجهات النظر هي السبب الوحيد لمعارضتهم عليك، أم أن هناك أسباب أخرى؟ مثلا قربك، يقال أنك أحد الأقرباء من الأمريكان، وبالنتيجة قلق، ما يسبب قلق ومعارضة للإيرانيين. هل كان لهذا دور في معارضتهم عليك؟ بالتأكيد هي مجموعة من يعني اليوم أي مرشح لرئاسة الحكومة
لابد أن يكون لديه علاقات داخلية رصينة وعلاقات خارجية تساعده على دفع العراق إلى الساحة الدولية والإقليمية بشكل يخدم مصالح العراق ويفتح آفاق للعراق للمشاركة في الفعاليات العالمية على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي. انحسار شخصية رئيس الوزراء بالنشاط المحلي يمنع العراق من فرص كبيرة في الجوار الإقليمي وفي الجوار الدولي، وبالتالي العراق الشخصيات السياسية لابد أن تكون معرفة لدى المجتمع الدولي، لابد لها أنشطة مختلفة وعلاقات أيضا نوعية مع الدول العالمية والإقليمية. بالتالي العراق هو ليس بلد منعزل عن الواقع السياسي الإقليمي ولا عن الواقع السياسي الدولي، ولا بد أن يكون فاعل في الساحتين، في جامعة الدول العربية، في جامعات الدول الإسلامية، في الأمم المتحدة، في كل المنظمات الدولية. هذا ينطي قوة لرئيس الوزراء أن يدفع بحجم الاستثمارات الخارجية للعراق عن طريق هذه العلاقات. العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا هي رعت عملية التغيير في العراق، وهي رعت عملية البناء الديمقراطي والنهج الديمقراطي في العراق. لازم الحكومة والسياسيين العراقيين لديهم علاقات واضحة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يستطيعون أن يحصلوا على أكبر قدر من المكتسبات السياسية لصالح الوطن والمجتمع. هل كان هذا وجهة نظرك هذا له تأثير على أنه يتم معارضتك لرئاسة الوزراء؟ نعم. خصوصا من قبل الإيرانيين؟ نعم، هذا كان جزء مهم، وأيضا الإيرانيين صرحوا عن هذا المخاوف، أن وجهة نظر عدنان الزرفي غربية وليست شرقية. ألا يؤكد هذا على التدخل الكبير للقوى الخارجية في سياسة العراق الداخلية، وأن العراق ليس مستقلا في اتخاذ قراراته حتى عندما يتعلق بتعيين أو تكليف رئيسا لوزرائه؟ بالتأكيد، يعني هي أصبح واضح هذه التدخلات وهذا النفوذ للدول الإقليمية في الشأن السياسي العراقي، وليس خفيا أن يجي الأخ السيد القاآني يجي للعراق ويتحدث ويا الأخوة في الشيعة، وبالتالي يثنيهم عن قبول تكليفي بتشكيل الحكومة. أكيد هذا نفوذ، وهذا النفوذ مو سري، أصبح يعني نفوذ علني. هم في محافلهم السياسية يتحدثون بهذا النفوذ، سواء في بغداد أو في الإقليم أو في كل المكانات. الإيرانية يتدخلون في رسم شكل الحكومات المحلية أو حكومة، وأكيد هذا الحكومة الاتحادية، وأكيد هذا انعكس على نوعية التكليف اللي تكلفت بها. أنت كنت السياسي العراقي الوحيد الذي شاركت في حفل تنصيب دونالد ترامب. ألا يتعارض هذا مع القول بأنه يجب أن لا يتعامل السياسيون كأشخاص وأفراد مع الدول الإقليمية والأجنبية؟ وحضرتك في مقابلات سابقة أكدت على هذا الموضوع، أنه يجب أن يتعامل السياسيون ضمن إطار الدولة مع الدول الأخرى. نعم، أتفق معك وما زلت مصر على هذا الرأي، لكن غياب العراق من حضور المحافل الدولية وخاصة المحافل الأمريكية يدفعني لممارسة نوع من فالذي يسد هذه الثغرة. رجل مثل ترامب يقول في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية معناته سيتغير العالم بشكل سريع، وهذا التغيير سيشمل العراق. غياب العراق عن أهم المحافل السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مشكلة كبيرة سيواجهها العراق. سيجهل العراق حجم هذه التغيرات ويجهل تداعيات هذه التغيرات، وسوف لا يرى العراق صورته في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يكون شكل العراق داخل الولايات المتحدة الأمريكية في حال غياب جميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية وغيرها والسياسية غائبة عن الحضور السياسي داخل الولايات المتحدة؟
الأمريكية. في تغريدتك قلت بأنك قابلت شخصيات مؤثرة في الكونغرس الأمريكي ومراكز البحوث. ماذا استنتجت من تلك الاجتماعات؟ ما هي الرؤية الأمريكية للعراق ورأيهم عن أوضاع العراق الحالية؟ الحقيقة ليس هنالك رضا عن سياسة العراق الخارجية والداخلية. هنالك امتعاض شديد من بعض السياسات التي تقوم بها الحكومة ويقوم بها النظام السياسي بشكل عام، وهذه الملاحظات أنا عبرت عنها للأخوة في بعض القوى السياسية، الشخصيات القيادية في المجتمع السياسي، أن هنالك مخاوف وقلق أمريكي من عمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق، وتهريب النفط أيضا داخل العراق، تغيرات في الأجهزة الأمنية، بنيت من دافعي الضرائب الأمريكان، أسلحة تحولت من مكافحة الإرهاب إلى فصائل مسلحة، عدم التوافق بين الحكومة والولايات المتحدة الأمريكية على مجمل من السياسات الخاصة في الشؤون العربية أو شؤون المنطقة في الشرق الأوسط، موقف العراق من القضية الفلسطينية وقصف الفصائل إلى إسرائيل وعبر الصواريخ عبر الأردن وعبر هذه كلها مشاكل لم أجد لها يعني دفاع عن سياسة الحكومة العراقية، وإنما هنالك امتعاض كبير من قبل أطراف الحكومة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية. نفتح ملفات متعلقة بكونك عضو في اللجنة المالية، وإذا ساعدنا الوقت نرجع إلى الملفات السياسية. ماذا حصل في ملف سرقة القرن؟ هناك شبه تكتم إعلامي في الآونة الأخيرة على هذا الموضوع. في اللجنة المالية أنتم تتابعون هذا الملف، وما هي المستجدات؟ في اللجنة المالية المجلس النواب بشكل عام شكل لجنة تحقيق برئاسة يعني مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وانتهى التحقيق إلى رئاسة تحقيق سري ذهب إلى رئاسة مجلس النواب، وموضوع عرض على القضاء وتمت محاكمة أغلب المتهمين بهذه القضية، حكموا وطوردوا، قسم منهم ألقي القبض عليهم وتم اعتقالهم، وقسم خارج البلاد، لكن الإجراءات لم تكن بمستوى حجم السرقة وبمستوى حجم النشاط الذي قامت به هذه الجهات. هنالك ضغط سياسي على المحاكم، هنالك ضغط سياسي على مجلس النواب، هنالك ضغط سياسي من أطراف داخل المجتمع السياسي كتمت بشكل كبير على هذه الجريمة، وهاي عادة يعني مستخدمها النظام السياسي من زمان، أنه أغلب الجرائم الكبيرة تطمطم ولا يكون لها صدى مجتمعي حتى لا تنقلب الطاولة على النظام السياسي، وإنما سرقة مثل سرقة القرن يجب أن توثق ويثقف عليها أولادنا ويثقفون عليها بناتنا حتى يكون عبرة لهؤلاء الناس من سرقة أموال الدولة. هل هناك احتمال باسترجاع كافة المبالغ المسروقة؟ لا أعتقد سيكون هنالك استرجاع لكل المبالغ المسروقة. هنالك يعني في العفو كان اكو خلل، في قانون العفو كان اكو خلل، هو موضوع التسوية. هذا يشكل خطر، يعني الذين وضعوا هذا النص في قانون العفو كانوا يهدفون إلى تسوية مثل هذه المشاكل على طريقة بوس خالك بوس عمك، وبالأخير المواطن يدفع الثمن. في موازنة 2024 حصل هناك ارتباك، كان هناك تباين واضح حسب كتاب مجلس الوزراء في الجداول المعادة من مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء، وكان هناك 3 جداول مختلفة. اللجنة المالية شكل لجنة تحقق، رئاسة مجلس النواب شكل لجنة تحقيق، وعضوين في اللجنة المالية أقاموا دعوى بتهمة التزوير. ماذا حصل في هذا الملف وكيف تم معالجته؟ نعم، هنالك تصرف فردي قام به الأخ رئيس مجلس النواب بالوكالة بتوقيعه
على جداول الموازنة. عادة في كل موازنة، الموازنة وجداول الموازنة توقع من قبل اللجنة المالية، رئيس اللجنة المالية، وباطلاع السادة أعضاء اللجنة المالية. في جداول موازنة 24 عرضت الجداول في اللجنة المالية، ووقعها الأخ رئيس مجلس النواب بالإنابة، ودفعها إلى مجلس الوزراء بدون علم اللجنة المالية. ثم اكتشفت اللجنة المالية لاحقا أن مجلس الوزراء بعث بكتاب إلى مجلس النواب أن هذه الجداول غير الجداول التي أرسلتها الحكومة. نحن صوتنا في مجلس النواب على جداول كما جاءت الحكومة، والجداول التي ذهبت إلى الحكومة هي ليست الجداول التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب. هنالك تغيير في موازنة وزارة النفط، هنالك تغيير في موازنة وزارة الكهرباء، هنالك تغيير. من الذي قام بذلك؟ لا نعلم بالضبط من قام بهذا التغيير، لكن الموضوع بشكل كامل معروض للمحكمة. أعتقد الأخ رئيس اللجنة المالية أدلى أيضا بشهادته في المحكمة. موضوع باقي في يعني لا زالت الدعوة قائمة. نعم، لا زالت الدعوة قائمة في المحاكم العراقية. بالحديث عن الموازنات، دائما في كل موازنات العراق دائما هناك عجز مالي، مع أن البلد يمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة. ما هي سبب هذا العجز المتكرر في جميع الموازنات؟ وبرأيك إلى متى سيستمر موازنات العراق أن يكون فيه عجز مالي؟ كل الحكومات لا تمتلك رؤية اقتصادية، والذين لا يمتلكون رؤية اقتصادية يذهبون إلى التوسع في النفقات، التوسع في التعيينات، التوسع في نفقات الوزارات، التوسع في إنشاء المشاريع، كل هذه توسع في النفقات. التوسع في النفقات يؤدي بنا إلى العجز، لأنه أنت مثلا إيراداتك الكلية المتحققة 80 مليار دولار، أنت تسوي مشاريع يعني موازنتك التشغيلية روح 50 مليار دولار، باقي عندك 30 مليار دولار، عندك نفقات أخرى غير الموازنة الاستثمارية، راح تكون 80 مليار دولار هي سد للنفقات فقط. أما المشاريع فتضطر الحكومة تروح يعني تستقرض من المصارف الأهلية أو تبيع سندات، وهذه السندات تغطي بها العجز بالموازنة، أو الفائض من إيرادات النفط أيضا تغطي به العجز في الموازنة. هذا يدلل على عدم قدرة الحكومة على معالجة المشاكل الاقتصادية. التوسع في الإنفاق وليس حل، التوسع في المشاريع ليس حل. يعني اليوم نخدم المجتمع، يعني نروح نتداين ونخدم المجتمع، لازم نخلي المجتمع ينتج، ومن إنتاج المجتمع. هل الوزارات العراقية منتجة، خصوصا الوزارات التي هي تعتبر أساس الاقتصاد، وزارة الصناعة، وزارة النقل، الاتصالات؟ ليس هنالك وزارات منتجة، الوزارات كلها مستهلكة. ما الإيرادات المتحققة، الإيرادات الأكبر في عمليات الاستيراد هي النفطية فقط، يعني إنتاج وزارة النفط. أما باقي الوزارات لا يتناسب حجم نشاطها مع حجم النفقات التي تنفقها الدولة عليها، سواء في تعويضات الموظفين أو في موازنتها التشغيلية أو الاستثمارية. هل سيؤثر هذا العجز في موازنة 2025 على مسألة الرواتب، خصوصا أنه هناك حراك للسلم بين أوكرانيا وروسيا، وترامب قال في حديثه في يوم تنصيبه بأنه سيزيد من إنتاج النفط. كل هذا سيؤثر على خفض سعر النفط في الأسواق. هل هذا سيؤثر على الرواتب؟ نعم، الحكومة أخفقت في معالجة العجز في موازنة 24 بسبب تواطؤ إدارة الدولة، تحالف إدارة الدولة لتمرير الموازنة عشوائيا، مما خلق فجوة كبيرة في العجز لعام 25. الدين الداخلي أصبح تقريبا 83 تريليون، ما يقارب 83 تريليون. أي نزول للنفط سيؤدي إلى قلة الإيرادات، بالتالي عدم قدرة الحكومة لتسديد الديون الداخلية، وبنفس الوقت دفع رواتب وتعويضات الموظفين.
سيزداد الدين الداخلي في حال نزول أسعار النفط لصالح تغطية رواتب الموظفين، ومن ثم يزيد الدين الداخلي بشكل متكرر إلى مرحلة يقف البنك المركزي عاجزا عن تغطية تكاثر العملة المحلية مقابل الدولار. البنك المركزي أيضا قام بطبع كميات كبيرة من العملة المحلية. استمرار عمليات الطبع راح يزيد من التضخم ويزيد من الاختناق المالي في العراق. طبعا بالتالي إذا أثر هذا على رواتب موظفي الحكومة الاتحادية سيؤثر أكثر على موظفي إقليم كردستان. فالعراق بالتأكيد والتأثير راح يصير بالتساوي، يعني تعويضات الموظفين تنخفض في أي مكان، تنخفض في مكان آخر، يعني باعتبارها اتحادية هاي كلها. إلى متى تبقى العراق دولة ريعية تعتمد على النفط فقط، وتبقى نظرته ونظامه الاقتصادي غير واضحة متذبذبة بين النظام الاشتراكي الذي كان يقوم عليه النظام السابق والنظام الرأسمالي الذي ما بعد السقوط يحاول الحكومات العراقية المتتالية تطبيقه؟ النظام السياسي والحكومة لا يستطيعان الخروج من ثقافتهم السابقة، يعني هم اشتراكيين بالفطرة، وبالتالي يعتمدون بشكل للتخلص من المشاكل. أسهل شيء هو الذهاب إلى التعيينات وإلى توسع الإنفاق. الحكومة القوية، الحكومة التي تفكر في كيفية احتواء الأزمات الاقتصادية عبر توسع نشاط القطاع الخاص، عبر تسهيل عملية النشاط الاقتصادي المحلي، مو عبر تضخيم مؤسسات الدولة. احنا يوميا الدولة تتضخم مؤسساتها، ويوميا نسوي لنا هيئة وبها وكلاء وبها مدراء عامين وبها يعني زيادة الإنفاق على هياكل الدولة الجديدة. ليس كل هذه التعيينات وزيادة عدد مؤسسات الدولة أليست جميعها أو على الأقل أكثرها مجاملات سياسية يشكل هيئة حتى يرضي به الجهة السياسية جزء منها ويعين المواطنين حتى يحصل على الأصوات؟ نعم، جزء من هذا، وجزء من هو العقل السياسي، هو هذا غير منتج، يعني هو يحاول يعني يعالج المشاكل بمشاكل جديدة. هاي المشاكل الجديدة ما راح تظهر على السطح إلا بعد سنة مالية جديدة. فالسياسة صانع السياسة المالية غير مدرك لمخاطر هذه السياسة المالية الآنية والمستقبلية. بالنسبة للمشاكل المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، هناك تباين في الآراء. حكومة الإقليم يقول إننا أوفينا كامل التزاماتنا وإنها قضية سياسية، والحكومة الاتحادية تريد معاقبة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية تقول إنها مشاكل فنية ومالية وحكومة الإقليم لم تقم بالتزاماتها. أي من هذه النظرتين هي الصح، أم إن هناك فعلا مشاكل فنية ومالية ولكن التدخل السياسي كبر من هذه المشكلة بدلا من أن يحلها؟ أنا أعتقد الموضوع هو ليس سياسيا بحتا. ليس هنالك توجه لدى الحكومة أو لدى مجلس النواب بفكرة معاقبة إقليم كردستان أو شعب إقليم كردستان. هاي الفكرة أصلا ما مطروحة، يعني اللي يتحدث بها هذا يعني مغرض. الإقليم شعب عراقي يتساوى بالحقوق والواجبات مع بقية المحافظات الأخرى، له ما له عليه ما عليه. مثل ما هنالك مشاكل في المحافظات، هنالك مشاكل في إقليم كردستان، مثل ما هنالك عمليات إنفاق غير منظمة في المحافظات، هنالك عمليات إنفاق غير منظمة أيضا في إقليم كردستان. مثل ما هنالك مشاكل بالمنافذ الحدودية في محافظات الفرات الأوسط والمناطق الغربية، هنالك أيضا مشاكل في المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، مشاكل متشابهة في عموم العراق. أما فكرة معاقبة الإقليم أو معاقبة الشعب الإقليم غير واردة مطلقا، لا في أجندة النظام السياسي ولا في أين تكمن مجلس المشكلة الرئيسية؟ هنالك عدم فهم أو عدم تنسيق عالي بين وزارة المالية الاتحادية وبين وزارة المالية في إقليم كردستان. حسب اطلاعي على الجداول
التي أحضرتها وزارة المالية إلى اللجنة المالية، عندما استضافنا كل فريق وزارة المالية للاطلاع على الجداول المرسلة من الإقليم والنفقات التي دفعتها وزارة المالية إلى حكومة الإقليم. هنالك عدم تسليم الإقليم لمجموعة من الإيرادات، ضرائب والرسوم. أيضا هنالك عجز في بعض بنود الموازنة لدى الإقليم تم تغطيتها من الإيرادات المتحققة في الإقليم. يعني الإقليم ناقل مباشرة من التخصيصات من الإيرادات المستحصلة لديه بعد حصول عجز مالي عنده في بعض الأبواب، فصرف بشكل مباشر في دفع هذه التخصيصات المالية لتمويل العجز في بعض موارد الموازنة في الإقليم. كذلك وزارة المالية استقطعت مبالغ من موازنة الإقليم لصالح موظفي الإقليم، لصالح التوقيفات التقاعدية لموظفي إقليم كردستان. فعندما هل قامت وزارة المالية بتعويض هذه المناقلة اللي أجرتها؟ صارت عملية تسوية نعم. بين الإيرادات المفروض دفعها للحكومة الاتحادية جبايتها لصالح الخزينة العامة، تم قطعها من المبالغ التي دخلت إيرادا لصالح الخزينة في إقليم كردستان. وبالتالي كان هنالك أرقام محددة المالية اعتبرتها هذا إيراد زائد فائض لدى الإقليم تصرف به لصالح. أنا طلبت من الأخوة نواب الإقليم أن يسوون مطالعة رسمية لوزارة المالية يبينون فيها الموارد التي أصابها العجز في موازنة إقليم كردستان، والمبالغ التي تم جبايتها داخل الإقليم وتم تعويض أبواب الموازنة الأخرى بهذه الإيرادات، حتى يصير واضحة لدى الأخوة النواب الإقليم في اللجنة المالية. مشينا بهذا الإجراء، وبينت وزارة المالية رسميا أن جزء من هذه المبالغ التي تدعي وزارة المالية في الإقليم أنها لم تسلم، بينت أن هذه توقيفات تقاعدية استقطعت، لأن الإقليم سابقا ما كان يستقطع هذا المبلغ من الموازنة لصالح موظفي الإقليم. الآن وزارة المالية بدأت تستقطع، يعني وزارة المالية الاتحادية الآن تستقطعها مباشرة، فسبب نقص بالمبالغ الاعتيادية اللي كان يستلمها الإقليم بشكل طبيعي، خاصة في الستة أشهر الأخيرة. فبين هذا الفرق بالموازنة. فهم هذا الموضوع، صار باجتهادات، كل واحد يجتهد، هذا يقول سبب سياسي، هذا يقول الحكومة في بغداد ما تريده، الإقليم يقول هالشكل، وهكذا أصبح فد لغط غير منتج وغير واقعي اتجاه هذا. يعني وضحته. ولكن بالتالي موظفي الإقليم هم من دفعوا الضريبة ولم يستحصلوا على رواتبهم لشهر 12 من عام 2024. هو اكو قلت لك اكو فد شيء مفقود داخل جداول الموازنة في الإقليم. سنويا كان حجم التوقيفات التقاعدية مختلفة بين الإقليم وبين المركز. فوزارة المالية من استقطاع صار عندنا فجوة، عجز في نفقات الإقليم. هذا العجز مو جاي عن منع الحكومة في بغداد من تسديد مستحقات الإقليم، وإنما هي توقيفات تقاعدية لازم تؤخذ من حتى تحفظ للموظفين في الإقليم. هل هناك أي طريقة للحكومة الاتحادية أن يصرف الرواتب شهر 12/2024 لموظفي الإقليم بعدما تم غلق موازنة السنة؟ حسب القانون هو هذا المبلغ المخصص للإقليم وللمحافظات هو محسوب، يعني محسوب سلفا. يعني هو سلم المبلغ كله. يعني لو صار نقص عندنا مثلا برواتب مثلا محافظة بغداد، هو احنا سلفا عندنا هذا موازنة بغداد مثلا احنا مخليلها 3 مليار، فهاي 3 مليار خلص هي اندفعت، بعد ما عندنا 3 مليار ثانية ننطي مثلا محافظة بغداد. فوزارة المالية حتى تسد هذا النقص لازم يجيها إيراد، ولازم يجيها تصويت على هذا الإيراد حتى تسدد النفقات. ما هي الفروقات الأساسية بين التوطين
وحسابي الذي يريد حكومة الإقليم اعتماده لدفع رواتب الموظفين؟ هو بالأخير ماكو خلاف. الخلاف أنه هاي البيانات اللي بيانات الموظفين هي مو بس المشكلة بالإقليم، عندنا هنا المشكلة هم أيضا موجودة. هل بيانات الموظفين حقيقية لو مو حقيقية؟ احنا عندنا هنا في بغداد في المركز في وزارة المالية ليس لدينا بيانات حقيقية عن عدد الموظفين الفعليين الذين يتقاضون رواتب من دوائر الدولة المختلفة. بالتالي احنا محتاجين الى توطينها. اولا التوطين يعني فتح حساب مصرفي وراتبك يروح على حسابك المصرفي. اغلب الدولة ما تريد تفتح حسابات مصرفية، هو يعطيك كارت مجهول. هذا الكارت مجهول يعني ما تعرف انت ذول الموظفين فعليين لو مو فعليين. اولا ما بي بصمات بايومترية، ما بي بصمة وجه، ما بي يعني كارت مجهول. ممكن احنا نسوي لنا مليون كارت ناخذ بيه رواتب. قسم يقول انا بوزارة الصحة، قسم يقول بالدفاع، قسم يقول بالداخلية، قسم تقدر تستطيع ان تسرق الدولة بهذه الطريقة. احنا نبهنا باللجنة المالية، صار تقريبا من 2018 لحد الان نضغط على الدولة ونضع نصوص قانونية في قانون الموازنة لمعالجة البطاقات التعريفية لموظفي الدولة، والحكومة تمتنع عن تطبيق هذه الفقرات القانونية. احنا اصلا عندنا مشكلة في عموم العراق، ليس فقط في الإقليم وإنما في بغداد أيضا. هاي مشكلة مشتركة، وهو عملية تعريف موظفي الدولة. أحد الفروق بين التوطين وحسابي هو أنه في التوطين الحكومة المركزية يدفع الرواتب مباشرة إلى الموظفين، ولكن إذا اعتمد حسابي الحكومة الاتحادية يدفع نفس المشكلة، هي يدفع إلى حكومة الإقليم وهو من يصرف الرواتب. قرار المحكمة الاتحادية يقول وزارة المالية تباشر بدفع الرواتب. نعم. قرار المحكمة الاتحادية. هسه الحساب يكون حسابي، يكون مدري شنو، يصير اتفاق بين الحكومة الاتحادية وبين وزارة المالية في الإقليم. أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، بس أنا عندي مشكلة أعمق من هذا الموضوع، وهي مشكلة تعريف الموظفي الدولة. في كل المحافظات ليس لدينا هنالك تحديد واضح لأعداد الموظفين في كل الوزارات، ليس لدينا معرف حقيقي لكل موظف. احنا نقول لهم سووا بصمات بايومترية، يروحوا يسوون رقم وظيفي. رقم وظيفي مجهول، يعني بإمكانك تسوي لك مليون رقم وظيفي وتزورهن وتاخذ بها الرواتب. بس من تسوي بطاقة بايومترية، من تسوي معرفات حيوية، الوجه والأصابع، أغلب الموظفين المجهولين أو اللي ما موجودين بالعراق أو اللي نسميهم فضائيين راح ينكشفون. في إحدى لقاءاتك قلت بأن الفكر في الحكومة العراقية هي لا زالت فكر الحكومة المركزية وليس الحكومة الاتحادية. أليس لهذا تأثير على هذه المشاكل بين الإقليم والمركز، خصوصا في مجال التوطين؟ المركز يريد دفع الرواتب مباشرة إلى الموظفين، والإقليم يريد أخذ الموازنة وهو من يدفع إلى موظفي الإقليم. عندنا مشكلة في فهم الفيدرالية، يعني لا الأخوة بالحكومة هنا فاهمين الفيدرالية ويتصرفون على ضوء الفيدرالية، ولا الأخوة في الإقليم أيضا لديهم فكرة واضحة عن الفيدرالية. يعني احنا ورثنا هذا النظام السياسي بهاي الطريقة، وهي هاي مو طريقة فيدرالية. للفيدرالية أصول. يعني الآن رئيس الوزراء ما يلتقي بمحافظي الإقليم، هذا خطأ فيدرالي. يعني الآن في الفيدرالية الأمريكية الرئيس يلتقي بالمحافظين كنظام فيدرالي. أكو موازنة فيدرالية، وأكو موازنات محلية، أكو ضريبة فيدرالية، وأكو ضرائب محلية. إذا صارت مشكلة بالإقليم خارج عن قدرة الحكومة بالإقليم، من يدعم الإقليم؟ الحكومة الفيدرالية. لازم أكو بجت فيدرالي، ميزانية فيدرالية تدعم. باكر صار انهيار عندنا مثلا بالبصرة، مين يسدد؟ محافظ البصرة مين يجيب؟ مثلا صار فيضان مثلا بالموصل، محافظ الموصل مين له موازنة يواجه الفيضان؟
الكوارث الطبيعية وأيضا عمليات النمو المختلفة لازم الحكومة الاتحادية الفيدرالية تدعم المحافظات والأقاليم، تدعم المؤسسات الجامعية. يعني الآن الكونغرس الأمريكي أو الحكومة الأمريكية تدعم مثلا جامعات في الولايات، ما تميز مثلا بين ولاية فلوريدا، بين كاليفورنيا، بين ميشيغان، باعتبار اكو تخصيصات اتحادية تروح مباشرة للولايات. فهم الفيدرالية غير مكتمل وغير ناضج في النظام السياسي. لذلك هاي المشاكل عندنا احنا بين صلاحيات الإقليم وبين صلاحيات المركز. طبعا كل واحد تدري احنا خلفاء لنظام دكتاتوري، فأكيد كل واحد يريد يتمدد براحته. يعني ماكو، يعني هسه احنا بهاي الحكومة تقريبا كنسلت المحافظات كلها، يعني كل قانون المحافظات بهاي الحكومة تقريبا تكنسل. كل عمليات الإنفاق، كل العمليات الآن الصيانة وما صيانة الطرق وهاي اللي هي تسويها البلديات، الآن لجنة في مجلس الوزراء هي مشرفة على هاي الأعمال، هي تسوى تنفيذ مباشر وتسوي عقود وهي مو شغل الحكومة ومو شغل مجلس الوزراء، وإنما شغل المحافظات. فالتدخل الحكومة في تفاصيل الفيدرالية غير مدروس. تم إعلان نتائج الإحصاء السكاني الشامل، هل هذه النتائج تؤثر على ميزانية هذه السنة ويتم تعديلها من جديد، أم يتم الأخذ بها والعمل بها لميزانية السنة القادمة؟ ما أعتقد يصير تغيير، يعني باعتبار الإيرادات هي راح تكون أقل من الإيرادات العام السابق، بالتالي النمو السكاني غير محسوب في هذه الموازنات. يعني ما عندنا احنا نشاط اقتصادي فائق القدرة بهذه يغطي العجز في الموازنة وأيضا يلبي حاجات السكان الأخرى، لذلك ما أتوقع أكو زيادة. المشكلتين الأساسيتين في العراق هما الفساد والسلاح المنفلت أو السلاح خارج سلطة الدولة. جميع رؤساء الوزراء السابقين الذين أتوا بعد السقوط وعدوا بمحاربة هذين المشكلتين وإنهائهما وجعلوها من أولويات حكوماتهم. ما هي الأسباب الحقيقية لعدم إنهاء واجتثاث هذين المشكلتين؟ وهل فعلا السلاح المنفلت هو من يحمي الفاسدين؟ بالتأكيد أكو مشكلة هي خلقها النظام السياسي، يعالجها النظام السياسي، ما تعالجها الحكومة. رئيس وزراء عندما ينتخب النظام السياسي أو يكلف النظام السياسي برئاسة الحكومة أو في إدارة الدولة شؤون الدولة، لازم يساعد على حل العقد التي خلقها النظام السياسي نفسه، مو خلقتها الحكومة. لذلك كل رؤساء الوزراء يجون يصطدمون بهذين العاملين، الفساد والفصائل المسلحة والأنشطة العسكرية خارج أطر الدولة أو الغير مسيطر عليها لأسباب متنوعة، لأسباب متعددة، قسم منها إقليمي وقسم منها ناتج عن ضعف النظام السياسي أو ترابط مصالح النظام السياسي بوجود هذه المشاكل. يعني الآن احنا مثلا نحتاج تركيا كفاعل أساسي، في لدينا مصالح ومشاكل مختلفة مع الأخوة في تركيا، لكن لدينا بككة في العراق والأتراك يحاربون البككة، وعندنا مشكلة الآن احنا والأتراك على موضوع البككة. إيران دولة جارة وصديقة، لحد الآن احنا عندنا مشكلة ويا الكوملة لدينا الآن مشكلة مع سوريا بنظامها الجديد. الآن اكو ناس من سوريا أيضا اجوا، فصائل اجت للعراق. هذه مشاكل إقليمية انعكست على ضعف النظام السياسي. قسم لا، هم مصالحهم، يعني قيادات شافت نفسها وجودها قوتها تكمن في وجود أجنحة مسلحة لها حتى تواجه أجنحة مسلحة مقابلها داخلية. فبقت هاي نتيجة أيضا نشاط إقليمي خطير واجه العراق سنة 2014 اللي هو هجوم داعش على العراق. ولت هاي الفصائل، وهاي الفصائل تحولت من فصائل جهادية مواجهة ومحاربة للإرهاب إلى فصائل مساندة للنشاطات الحزبية والانتخابية، وأصبحت هي جزء من العملية السياسية، منها أنت عندك سلاح، منها تجي تشارك بالدولة. لذلك هي مشاكل يجب أن يقررها النظام السياسي نفسه، ومو يحشر رئيس الوزراء مقابله وهم كلهم كل واحد مستند له على فصيل مسلح
عبيه 30,000 و20,000 و40,000 خش طلع رئيس وزراء. لو أصبح عدنان الزرفي رئيسا للوزراء هل يستطيع إيقافهم؟ يجب إيقافهم. على النظام السياسي القبول بإيقاف الأنشطة المسلحة خارج إطار الدولة، ولا ما راح تصير دولة. كيف ستوقف هذه الأنشطة؟ هاي آليات. الآليات يتم الاتفاق عليها مع النظام السياسي. يعني لا يتم باستخدام القوة. احنا ما نروح للقوة، لكن نقول هو مشكلة خلقها النظام السياسي، لازم يخلص نفسه من عندها، لأنه هاي تأثر عليه إقليميا وتأثر عليه دوليا. يعني العراق يصبح دولة مهددة للأمن الإقليمي. هل هذا يعني أن مفهوم الدولة لا يزال غائبا عند نعم. النظام السياسي العراقي؟ نعم. يعني الآن هل يمكن أن يدعم العراق المعارضة الإيرانية ضد إيران؟ دستور يمنع هذا. هل ممكن العراق يدعم المعارضة التركية ضد تركيا؟ دستور يمنع هذا. هل يمكن العراق يهدد دول إقليم عربي يريد يقصف أرامكو ويقصف مدري منو؟ هل هذا صحيح؟ يقبل الدستور؟ ما يقبل الدستور. فالنظام السياسي إذا لم يعالج هذه المشاكل التي ابتكرها سيقع في حصار، أو سيؤدي ذلك إلى حصار العراق وعزل العراق إقليميا ودوليا، يصبح دولة. ماذا عن الفصائل التي قلت في تغريدة إنهم أجنبيون ومصنفون على قوائم الإرهاب ويؤويهم العراق؟ لماذا يؤويهم العراق؟ كل المنظمات هاي اللي أنا قلت لك عليها هي منظمات إرهابية مصنفة دوليا، والعديد أيضا من المنظمات. احنا شو نسوي بحركة حماس بالعراق؟ يعني شو نسوي بها؟ يعني هذا العالم كله الآن مشاكل، يعني هي نفسها ضمن مفهوم اللا دولة لدى النظام السياسي. لا، احنا نقوي حركات منبوذة عالميا. ليش نقوي حركات منبوذة عالميا؟ ليش نقوي حركات منبوذة إقليميا؟ واحنا عندنا مصالح مع هاي الدول الإقليمية. احنا عندنا مصالح كبيرة مع تركيا، احنا عندنا مصالح كبيرة مع العرب. الآن حماس خلقت أزمة عربية عاصفة بالشرق الأوسط بدون تنسيق مع الدول العربية. شكو جايبيهم للعراق؟ كل هذه الكوارث اللي سووها بالمنطقة، وارجع أنا أخليهم بالعراق؟ شو يسوي بهم بالعراق؟ العراق لديه قوات أمنية وعسكرية متعددة، الجيش، الحشد الشعبي، حتى قوات البيشمركة، قوات مكافحة الإرهاب، حرس الحدود. لديه كل هذه التشكيلات العسكرية والأمنية، ما يصل عدد عناصرهم إلى أكثر من نصف مليون عنصر، ولكن مقارنة بدول أخرى لا يصل عدد عناصرها العسكرية نصف أو ربع هذا العدد. لا يزال العراق ضعيف نسبيا من الناحية العسكرية. نرى تركيا محتلة مناطق شاسعة من إقليم كردستان من الحدود الشمالي. نرى خطر داعش لا يزال موجودا. حضرتك دائما تقول إنه نحتاج إلى أمريكا كغطاء أمني. لماذا هذه الضعف النسبي للقوة العسكرية العراقية؟ خلق الاطمئنان الداخلي مهم جدا. يعني اليوم أنت إذا الأخوة الكرد يشعرون هم قلقين من العرب، أكيد يقول لك خلي أسوي أنا قوة عسكرية، أفكر خاف في يوم العرب يجون يهجمون علي. الشيعة ما زالوا قلقين من دور السنة السابق في الحكم. يقول لك أنا إذا ما أقوي وضع الداخلي ربما أخسر الحكم. السنة يقول لك أنا قصيت من العملية السياسية لازم. وهكذا عدم خلق الاطمئنان والاستقرار لدى المجتمع العراقي دفع إلى أن يتكتل حول نفسه ويشكل منظومات عسكرية ودفاعية خاصة. يعني هذه المنظومات العسكرية الموجودة ليست منظومات عراقية بحتة، بل هي منظومات طائفية، منظومات عراقية مبنية على أسس قومية وأسس منفعية. يعني هي مو وطنية، يعني مو قرارها واحد، مو قرارها وطني واحد، وإنما قرارها متنوع صار. يعني كل جهة تعتقد أنه هي ستخسر الحرب. يعني هو داخل بعقل الحرب، مو داخل بعقل السلم.
يعني هو مو يروح مثلا لكل المحافظات يخلق قدر من الاطمئنان الكبير اللي ينسيهم فكرة أنه احنا واحد يخاف من الثاني. يعني ينسي الكرد، يعني تقريبا نفسها تقدر تقول غياب مفهوم الدولة نفسه. مو بس غياب مفهوم الدولة، اكو أثر متروك في نفوس المجتمع العراقي. يعني الكرد منا بعد 100 سنة ما ينسون الأنفال، كيمياوي، أطفال، نساء، يقول لك أنا بعد هاي الصورة باقي بدماغي، هم خاف يرجع بعد يجي حاكم يروح يضربني كيمياوي. الشيعة يقول لك احنا مقابر جماعية، لحد الآن نطلع مقابر جماعية، احنا نخاف ترجع لنا المقابر الجماعية. هذا الهاجس ماكو، ما انخلق الاطمئنان للمكونات الاجتماعية. يعني ما صارت عملية دمج مجتمعي وتجاوز لمرحلة خطيرة مر بها العراق في 100 عام تقريبا. نحتاج إلى هذا الوعي، ونحتاج إلى هذا الاطمئنان المجتمعي. يعني الحكومة الاتحادية مسؤوليتها خلق الاطمئنان بين مكونات المجتمع العراقي. إذا أنت على مستوى هيئة صغيرة طردة من الهيئة، ما تعطي مثلا مسيحي يطلعوه من هذا المكان مثلا، ما يسوى. يعني ما تسوى هيئة، انطيه هيئات اثنين خليه يحس هو وجوده بالدولة. مثل الكرد انعزلوا من الحكومة الاتحادية، صار هاي يمكن من 2014 لحد الآن مشاركتهم بالحكومة الاتحادية مقتصرة على بعض الوزراء وبعض الوكلاء، بينما كانوا الكرد من 2003 لحد 2013 هم مساهمين فاعلين في الحكومة الاتحادية. وهكذا هذا عملية العزل أدت بالاستفتاء لاستقلال الإقليم، أدت لمشاكل داخلية، أدت لداعش، أدت وهكذا. واجبنا نخلق الاطمئنان. في الشأن الحكومي، حينما شكل هذه الحكومة الجديدة قيل بأنها ستكون حكومة شبه مؤقتة، وستكون هناك انتخابات مسبقة. لماذا لم تجرى الانتخابات؟ نفس الأسباب. الحكومة خالفت ما كتبته في نظامها الحكومة الذي قدمته إلى مجلس الوزراء. منهاجها الحكومي الذي قدمته إلى مجلس النواب خالفته. هم قالوا سنة ونجري انتخابات، لم تجري انتخابات. لذلك تعتبر هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، هي وليست حكومة كاملة. كان هناك أيضا حديث كبير عن تغييرات وزارية، ليس في هذه الحكومة فقط بل حتى في الحكومات السابقة، على أساس أداء الوزراء. لماذا لم يتم تلك التغييرات؟ هذه كذبة تسوق إعلاميا فقط. عدم وجود كتلة برلمانية قوية وكبيرة داخل مجلس النواب وراء رئيس الوزراء، ألا يؤدي هذا إلى بالتأكيد سيؤدي إلى تكبيل تقريبا للرئيس الوزراء؟ ما حدث هو العكس. تشكلت كتلة نيابية كبيرة اسمها تحالف إدارة الدولة، وتحالف إدارة الدولة هو يضم أغلب أعضاء مجلس النواب، مما شل عمل مجلس النواب. ولكن رئيس الوزراء كشخص ليس لديه كتلة نيابية خاصة بنفسه، يعني مو مثل السيد المالكي عندما كان رئيسا للوزراء كان لديه كتلة قوية في البرلمان. رئيس الوزراء اجى لحالة محددة، اختناق سياسي، قوى سياسية ما عندها أحد مرشح مقبول، فقبله بالأخ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء عنده مهام محددة، هو ليس من مهامه مواجهة القوى السياسية أو التصارع مع القوى السياسية، وإنما تمشية وتسيير الدولة بالشكل الذي يسمح لها أن تتحرك كدولة. إذا أصبحت رئيسا للوزراء، هل كان يكون بإمكانك تطبيق وجهات نظرك اللي بالتأكيد كنت سوف تضعها في منهاجك الحكومي؟ بالتأكيد. أنا ما أرى أنه رئيس الوزراء، ما أرى أن أحدا يستطيع إيقاف رئيس الوزراء من تطبيق وجهات نظره إذا كانت هذه الوجهات نظر بها مصالح حتى للدولة. مع عدم وجود كتلة برلمانية نعم كبيرة. الآن رئيس الوزراء عنده صلاحيات كبيرة، هو إدارة كل الجهات التنفيذية، رسم السياسة العامة للبلاد وإدارة هذه السياسة العامة للبلاد. ما ممنوع رئيس الوزراء من تنفيذ السياسة المالية أو صنع سياسة مالية. إذن لماذا مختلفة. لم
يطبقه رؤساء الوزراء السابقين، وكل رئيس وزراء يأتي ويقول هذه تراكمات الحكومات السابقة. مو هذا ماكو فهم بالدولة. هو أكيد أي نظام، أي حكومة راح تترك تراكمات في أعمالها الحكومة القادمة، وكأنهم يتحدثون بلغة أنهم هم مو من أهل الدولة، وأنه هذول جو من خارج الدولة خربوا الدولة وطلعوا. أنت اليوم سويت مشروع بناء مثلا مدرسة أو طريق، ما يكتمل ب4 سنوات، يكتمل ب5 سنوات، يعني لحقت عليه الحكومة الثانية. الحكومة الثانية واجبها تنفيذ هذا الطريق حتى يصبح يدخل بالخدمة للمواطنين. مو يقول والله أنا اجيت لقيت الطرق كلها ما كاملة وأنا راح أسويها. هي الدولة هالشكل، أنت تخصيصاتك المالية غير كافية لتنفيذ مشروع لمدة سنة واحدة، فيتطلب منك 4 سنوات، مع مشاكل العراق قول 5 سنوات. بس مو معناته هذا أعباء الحكومة، يعني تسمى مشاكل دولة. لنرجع إلى الشأن السياسي، دعني أسأل، لماذا حركة الوفاء ليست ضمن الإطار التنسيقي في وقت أنك كنت في حزب الدعوة وكنت رئيس كتلة النصر وعلاقاتك جيدة مع السيد المالكي، السيد عمار الحكيم، السيد العبادي؟ هل هناك فيتو على عدنان الزرفي من جهات داخل الإطار؟ وهل نفسهم هم الجهات الذين عارضوا تكليفك لرئاسة الوزراء؟ اكو اختلاف في وجهات النظر، لا يصل لحد الفيتو، وانما اكو اختلاف، اكو عدم ارتياح لوجهات النظر، اكو تقاطع في بعض وجهات النظر. لكن انا اكثر من مره دعوني الاطار ما رحت يعني للمشاركه بالاطار. التوجه السياسي مختلف عن توجههم السياسي. انا اعرف انه ستصل الحكومه لهذا الاختناق، لا اريد ان اتحمل وزر المرحلة. يعني حركة الوفاء هي كتلة معارضة داخل البرلمان؟ نعم، احنا كتلة معارضة. دعمنا الأخ رئيس الوزراء، دعمته أنا كثيرا في بداية حكومته، وكنت أحاول أن أنجح هذه المهمة. لكن توجه الحكومة بدأ يعني يختلف بشكل كبير، سواء في موازنة 24 سددت اعتراضاتي بشكل كبير، معترض على عملية الإنفاق العشوائية بالدولة، معترض على السياسة المالية للحكومة. أعتقد الحكومة تحتاج أن تعيد النظر بنفسها مرة ثانية. يعني هل نتوقع تحالف بين حركة الوفاء وجهات أخرى في حين أن مفوضية الانتخابات أعلنت أنه ستكون هناك انتخابات في شهر تشرين الثاني؟ نعم، لدينا الآن نشاط كبير ومكثف في عموم المحافظات مع أطراف سياسية كثيرة ناشئة. سنخرج باتفاق لتشكيل تحالف كبير على المستوى الوطني. من هم هذه الجهات؟ يعني أطراف كثيرة من الأحزاب الناشئة، يعني ليست الأحزاب القديمة. لا، ليست أو الصدري. ليست الأحزاب القديمة. هناك توجهان أساسيان في العراق لتشكيل الحكومة، حكومة الأغلبية والحكومة التوافقية. أنتم مع أي توجه من هذين؟ أنا مع حكومة الأغلبية السياسية على صعوبتها، على صعوبة تحققها، لكن أدعم أنه يكون هنالك معارضة في مجلس النواب، وأدعم أن يكون هنالك حكومة تمارس نشاطاتها بحرية وليس بثقل الأحزاب السياسية. لديك علاقات جيدة مع السياسيين الأكراد، كيف تقيم الوضع الحالي للإقليم؟ مثل ما قلت لك، الإقليم يمر بمشاكل مثل ما يمر بها المشاكل في عموم محافظات العراق، سواء على مستوى الاستثمار، على مستوى الإنفاق العام، على مستوى حركة الشباب، على مستوى الحريات، على مستوى النشاط الديمقراطي، على كل هذه المشاكل هي مشاكل مشتركة بين الإقليم وبين المحافظات الأخرى. العراق بلد واحد، كل السوشيال ميديا الآن هي متداخلة بين بغداد وبين أربيل وبين السليمانية وبين بصرة وبين اليوم. صح، احنا بدنا نتحدث عن فيدرالية ونظام إداري، بس اكو حراك اجتماعي مخفي احنا ما نطلع عليه، بين مكونات متعددة، بين منظمات، بين جمعيات، بين مؤسسات، بين شخصيات بعيدة عن النشاط الحكومي
في الإقليم وبعيد عن النشاط الحكومي. في هنالك علاقات أيضا في الجامعات وفي المدارس اختلفت عن يعني نظرة الحقد والكراهية بدأت تتلاشى في عموم المجتمع. هنالك نشاط سياحي كبير من المحافظات الفرات الأوسط والجنوب إلى المحافظات الإقليم، قد يعبرون 1,000,000 سائح سنويا. هذا خلق عديد من العلاقات السياسية الاجتماعية الاقتصادية. هنالك عمليات تصاهر بدأت تتوسع أيضا نتيجة هذا التداخل بين البزنس في الإقليم وبين البزنس في المحافظات، بين الأسر اللي تروح تزور الإقليم، وهكذا. أعتقد مشاكلنا هي مشاكل واحدة ومتنوعة، قسم منها نتيجة النشاط السياسي وقسم منها إقليمي. سؤال أخير، إذا أصبحت رئيسا لوزراء العراق كيف سيكون تعاملك مع الإقليم؟ أعتقد يحتاج نجلس كثيرا مع الأخوة في الإقليم. أولا نتفق على الفيدرالية، يعني شنو نوع الفيدرالية اللي احنا نريدها. نتفق على أن كل العراقيين سواسية، ماكو واحد درجة أولى وواحد درجة ثانية. نتفق أن نشترك بالحكم، مو نتفق أن نتفرد بالحكم. هنالك الفرص كبيرة للإقليم في المحافظات، يجب على الإقليم أن لا يغادر هذه الفرص الموجودة في المحافظات ويختزل نشاطه داخل الإقليم. الإقليم وشعب الإقليم شعب عراقي أصيل، مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، له تاريخه وجذوره في هذا البلد. يجب أن ننظر له بهذه النظرة الكبيرة. ما يثار بالإعلام المغرض وهاي الزوبعات الإعلامية ما له حقيقة واقعية. ليس هنالك كراهية بين العرب والكرد، ما حسيت أنا بهذه الكراهية، لا في مجلس النواب، لا في الحكومة، لا في النشاط السياسي العام. نحن بيناتنا دائما نقعد كسياسيين ما نلحظ أكو كراهية حقيقية، وإنما ربما أغراض انتخابية في بعض الأحيان. بعض القاصرين في النشاط السياسي يحاولون إثارة الرأي العام أو يحاولون إبراز نفسهم إلى المجتمع. أعتقد جلوس القيادة العراقية، سواء القيادة في الإقليم، عدم وجود قيادة الإقليم في بغداد يشكل عملية عزل للنشاط الحقيقي للإقليم في بغداد. وجود القيادة السياسية الكردية في بغداد ينطي حيوية للنشاط السياسي العراقي. ثنائية النشاط السياسي يجب أن تتوحد داخل الحكومة العراقية. هناك ليس فقط ثنائية، هنالك ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية الحكم. لدينا مشاكل الآن معقدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يجب أن تنحل. هذه بين رئيس الوزراء وبين رئيس حكومة الإقليم، بين رئيس وزراء وبين رئيس وزراء الإقليم. هواي من الصلاحيات والتداخلات، وهي بالنتيجة المفروض تصب بالمصلحة العامة، ولا يمكن أن تكون عائق للتواصل ومد الجسور بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم، وكذلك بين الحكومة الاتحادية وبين المحافظات. احنا عندنا مشكلة أيضا ترى بالمحافظات أكثر من مشكلتنا بالإقليم. عندنا مشكلة وزارة المالية، مشكلة التمويل، لكن ما حد يسوق هاي المشاكل على أنها هي إقصاء وتهميش من بغداد مثلا لمحافظة البصرة أو النجف. ويا الإقليم يسووا، ويا الإقليم بدها تصير لأسباب مثل ما قلت لك، ضعف العلاقة السياسية بين المكونات. دكتور عدنان الزرفي، رئيس حركة الوفاء، شكرا جزيلا لوقتك. حبيبي الله يسلمك. مشاهدي شاربريس، شكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله نراكم في مناسبات قادمة.